في واحدة داخلة شقة الشباب. شفتي البنت البكحة قفلت الباب. ده ولا كأننا يا اختي واقفين. بلاد اخر زمن يا اختي. على قولك ده احنا هنشوف عمايل سودا بعد كده. ولسه بنشوف. يا احمد يا ابني الباب بيخبط. ماشي يابا ماشي. تعالي يا سعاد، كويس ان انت متاخرتيش. تعالي اتفضلي. تأخرت عليك ولا حاجة؟ لا ولا اي حاجه. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ دي سعاد يابا اللي انا كلمتك عنها. ألف سلامة عليك. هتشوف كل طلباتك وهتعمل لك كل اللي انت عايزه. هحطه جوه عينيا ما تقلقش، كل اللي هو عاوزه هعمله له. مش هوصيكي عليه يا سعاد. انا طبعا هعرفك كل مواعيد علاجه وتديها له بمواعيد. انا مش عايزه اي توصيه والله، انا هحطه جوه عينيا. انا عايزاك تروح شغلك بس وتطمن عليه. ربنا يبارك لك، وانا عناية ليكي والله كل اللي انت عايزاه. انت بس تعرفني العلاج وتعرفني هو بياكل ايه وانا هظبط له الدنيا. ماشي يابا. سعاد معاك هنا، هي هتشوف كل طلباتك لغايه ما انا اجيلك من الشغل ان شاء الله. ماشي يا ابني. ما تقلقش عليه، بس ممكن بس توريني الشقه. تعالي اتفضلي. انت عاملة ايه يا ام اسلام دلوقتي بقى؟ يا حبيبتي انت عاملة الحقي يا بنتي انا عارفة. في واحدة داخلة شقة الشباب. شفتي البنت البكحة قفلت الباب. ده ولا كأننا يا اختي واقفين. بلاد اخر زمن يا اختي. على قولك ده احنا هنشوف عمايل سودا بعد كده. ولسه بنشوف. يلا بينا. شكرا يا بنتي، كتر ألف بخيرك. العفو على اي حاجه، بألف هنا. اعمل لك شاي ولا اي حاجه؟ طيب. لا يا حبيبتي ارتاحي انت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد جابه. اهلا وسهلا. عامل ايه يا حاج النهارده كده؟ الحمد لله يا حبيبي. يا الحمد رب لله على دايما يا السلامة. حبيبي. الله يسلمك يا سعاد. تعبينك معانا والله، مش عارف من غيرك والله هنعمل ايه. ما تقولش كده، هو ده واجبي، وبعدين انا بساعدكم وانتوا بتساعدوني وهي الدنيا ماشيه كده. عندك حق. انا والله العظيم 3 كان شغلي متعطل، ما كنتش بعرف اروح واجي. انت عارفه الحاج يعني حركته على قده، وانت الله يبارك لك من ساعه ما جيتي البيت هنا وانت بصراحه شايلانا. بس طلباته مش كتير خالص بصراحه والله. كل ما اساله عايز اي حاجه يقول لي لا مش عايز. هو ما بيحبش يتعب حد خالص. ولا تعب ولا حاجه، ربنا يديله الصحه ويخليه لك يا رب. ربنا يخليك يا سعاد. انا بتعبك معايا والله. خدي بقى فلوس الشهر النهارده. واحد خليها الشهر. دلوقتي، انا مش لا محتاجة. لا لا والله. ما انت تشكري والله. ربنا يوسعها عليكم يا رب. علينا وعليك طيب يا تؤمر رب. باي حاجه؟ لا اتوكلي انت على الله. طب كنت عايزه اطلب منك بس طلب، معلش يا استاذ أحمد. اطلبي. عايز اي فلوس تاني؟ عايز اي حاجه؟ لا المفاتيح بس بتاعت الشقه اللي انت مديهاني. ما ينفعش انت تستناني وتفتح لي انت احسن؟ ليه؟ ايه المشكله؟ انا بثق فيك يا سعاد عشان كده انت مفتاح الشقه. لا مش عشان حاجه صدقني، بس اللي هو يعني انا قلت كده يمكن احسن. لا خلي المفاتيح معاكي زي ما اديها لك. خلاص اللي انت شايفه. خش واطلعي براحتك بيتك يا طب سعاد. استاذنك انا. اتفضلي يلا مع السلامه. ايه يا حجيج؟ يا حبيبي عامل ايه يا حبيبي؟ نحمد ربنا. قول لي، سعاد شايفه طلباتك وكويسه معاك؟ غلبانه وبنت حلال والله. هي بنت حلال فعلا. الحمد لله ربنا كرمنا بيها يابا. الحمد لله. عشان انا اعرف اشوف شغلي برضه وهي تشوف طلباتك يا حبيبي. تعبك معايا يا ابني، كتر خيرك. حبيبي هخش اغير كده بقى ونقعد نتعشى مع بعض. ماشي يا حبيبي. مع السلامه. الحقي ده لسه خارجة دلوقتي. البعيدة اللي ما عندها ريحة الدم. لا شباب احنا بقينا 011 خالص في العمارة. لو كل واحد يخليه في حاله بس. كل واحد يخليه في حاله. ده البجحة. الحمد لله ولا قوة الا بالله يا بنتي، الموضوع ده ما يتسكتش عليه. لا بقول لك ايه، احنا لو شفناها هنا تاني حاجة من الاتنين، يا نقول لصاحب العمارة يا نخش نجيبهم متلبسين. هو احنا أيوة، هنا مش 011 في العمارة ولا ايه؟ لا مش هينفع ان احنا كده. ايه ده؟ يلا يا بنتي يلا. على قرف يا شيخ. تعالي يا سندس، تعالي يا بنتي. ايه في اسكتي ايه؟ اسكتي. وانا مش شفت البت ديت وهي داخله عندهم تاني؟ انا نفسي اعرف هي بتاخد كام عشان كل يوم والتاني كده ايه تجيلهم. لا الموضوع ده ما يسكتش عليه يا بنتي بقى. على قولك الموضوع ما يسكتش عليه نهائي، ولازم اخرجها من هنا بفضيحه. حرام ربنا سترنا حالي، بقول لك ما نلتزم صاحب العماره وخلاص. صاحب العماره مين؟ صاحب العماره ولا هيقدم ولا هيأخر، وعقبال ما يجي هتكون هي خدت الفلوس ومشيت، وكل يوم على نفس النظام. انا لازم انزلها بفضيحه. تعالي معايا يا ام اسلام وانا هفرجك هعمل فيها ايه. قومي. يلا يا حبيبتي يلا. هو ده بقى الفيسبوك بقى اللي انت دايما بتسمع عنه. كل واحد بينزل بقى ايه، بينزل لك حالته حسب الحاله المزاجيه بتاعته، ويعمل لك حاله بقى على الفيسبوك. الله. خدت بالك انت؟ وده ايه ده؟ خليك يا سعاد انا هفتح الباب. ثواني هو اشوف مين بس بيخبط. ده مين اللي هيخبط علينا؟ شوف مين. ايوه
ايوه مين وعلي كده؟ هو ايه الدم بقى ميه والاخلاق بقت معدومه ولا ايه؟ مش يا بنت. انتوا وسختوا لنا سمعه العماره، فين الولايه اللي كل يوم والتاني بيخش عندك هنا؟ مين اللي عندكم هنا؟ مين؟ اهي تعالي يا وليه انت يا موصوفه الرقبه يا بجحه، انت ايه يا بنت انت كل يوم والتاني هنا بتقبضي كام عشان خاطر تيجي هنا كل يوم والتاني؟ انك قلت الادب. احترمي نفسك، انا اللي قلت الادب. على انت فكره اللي شقه شباب يا بنت. على فكره يا استاذ احمد كنت يوم ما قلت له خد المفتاح بسبب الكلام وانا طالعه وانا نازل اللي بس بيفضلوا يرموا عليا. بس يا سعاد انا كده فهمت. تدخلوا ليه في بس انتوا فاكرينها ان هي بتخش لنا الشقه هنا؟ ما بتخش فين؟ امال يا بص حبيبي هي- هي بتخش شقه عزاب طب تعمل بس ايه؟ بعد إذنك. وبعدين العماره دي طاهره وهتفضل طاهره يا حبيبي. بس خلاص تعالي بعد اذنك كده ويا سعاد تعالي يا ام اسلام خش على اخر تعالوا الزمن. خشوا. تعالوا ايه ده؟ ده ابويا لا اله الا الله. راجل مريض، طب ما قلتلناش ليه يا ابني؟ كنت راجل عاجز ما بيتحركش من على الكنبه هنا كده. وانا باجي عشان اساعده وهو بيساعدني برضه بيديني فلوس بصرف على عيالي. على فكره انتوا مالكمش الحق انك تخبطوا على بابي تقولوا مين عندي ومين مش عندي. لا اله الا الله. مش من حقكم ما هي تدخلوا في بس اللي شكلها مالكمش برضه غريب فيه. يا حبيبي. مالكمش فيه. هو انتوا قاعدين مراقبيننا اللي طالع واللي نازل؟ بتدخلوا في حياتنا ليه؟ في حياه الناس ليه؟ يا تعرفوا أستاذ ما هو هو انا عشان عايش في حالي ومحدش يعرف عني حاجه يبقى تسوء بيا الظن. ما هو يا استاذ برضه احنا بنلاقي واحده كل يوم والتاني بتنزل اخر الست دي. داخله الدنيا. باحترامي دخلتي لقيتيني بعبايتي وباحترامي وبطرحتي. الست أكون دي. بعمل إيه ولا ايش يعني؟ عرفني يا استاذه معلش برضه واحنا ما كناش نعرف الست الموقف. دي زوجها متوفي وعندها عيلين لا حول ولا قوه الا بالله. وانا طب عارف ابني ما وانا قلتليش عارف ليه؟ والدها الله يرحمه بتيجي تساعدنا. قال لي ان هو ما رضيش يقول للجيران عشان ما حدش يعتف عليه. يا ستي في الجيران اللي بعضها برضك يا ابني ما كانش ينفع. مش عايزين حاجه من حد، احنا عايزين نعيش في انت حالنا. كنت عرفنا برضك ان في حد بيخش. واعرفكم ليه يا ستي؟ انتوا ليكوا عندي حاجه؟ فعلا يا ابني يا اللي بعض استاذ الظن احمد اسمه. معلش بس انت عارف برضه لسنه الناس يعني ما بتسلمش. يبقى خلاص بقى كل واحد في حاله، ليه بنراقب بعضينا ونشوف مين عند مين ومين يا بيعمل استاذ احمد ايه؟ الكلام ده زمان، احنا في زمن دلوقتي لو داخل تاخد شويه هوا بتتنفس بيهم، الناس لازم تعرف ان انت داخل تاخد شويه هوا تتنفس بيهم. ده ما يرضاش ربنا اللي انتوا بتعملوه دوت، ندخل نفسنا في ملناش فيه. وانت ست كبيره ليه تسمعي كلامها؟ يا بنتي طب هي دماغها طالعه كده برضك انت- ونازله يا بنتي قلت في ايه يا ولاد؟ ان بعد الظن اسم، ان بعد الظن شوفوني داخله اسم. باحترامي وبادبي ولا حاطه منه ربنا ولا يا بنتي عامله. يساعدك، ربنا يصلح ربنا حالك. يستر عليكي، حقك حقك عليا عليا يا ابني، حقك علينا والله. ست احنا غلبانه وبتجري على مش عيالها عارفه اقول لك ايه والله. واحنا محتاجينها انها تساعد ابويا الراجل والنبي يا المريض. ابني ابوك عايز حاجه نادي عليا يا حبيبي انا تحت امرك. يا ستي انا مش عايز حاجه من حد، احنا عايشين في الجيران اللي حالنا. بعضها يا ابني ده الجيران كان اللي بعضها. زمان ياما، ما اديكوا شفتوا، ما انتوا جيران وديكوا شفتوا ما يا ابني شفتوا برضك الظن مش ما بينا. ينفعش يا حبيبي برضك انتوا شباب مع بعض يا ابني ما ينفعش. ما ده غصب شباب عنه ايه؟ برضك. ده راجل كبير في السن اديكي شايفاه. ما هو ده شاب يا يا بنتي. حبيبتي لا حول الناس بيه ولا هنا في قوة. العمارة ما تعرفش ان هو راجل كبير في السن، هم مفكرين ان هنا شابين. على فكره ممكن كنت سبتكم على الباب وما دخلتكمش، لانك مالكمش الحق انكم تتهجموا علينا بالطريقه ديت. طب توديه يا ابني مستشفى. هو راجل، انتوا بقى موضوع يا ستي مش موضوعكم. اوديه مستشفى ما اودوش مستشفى، ده ابويا. معلش يا استاذ احمد لا مؤاخذة، احنا اسفين يا استاذة والله، مش عارفة اقول لك حاجة وش منك في الارض انت واستاذ احمد، بس احنا فكرنا غلط لا مؤاخذة يعني، ساء بينا الظن بس. حقكم علينا يا ولاد. ربنا يشفيه لك شرف. ويعافيه لك. فعلا السلام عليكم. اللي اسمه فعلا. السلام عليكم. يلا يا بنتي يلا. انا همشي انا بقى يا استاذ احمد عشان اتاخرت على العيال قوي. حقك عليا يا والله ولا سعاد. حق ولا اي حاجه مفيش يساء الظن بيكي وانت والله. ذنبك ايه انت؟ انت انسانه محترمه وانسانه كويسه، انت بتجري على اكل عيشك باحترام، وانا والله بصون العيش والملح بتاع والدك الله يرحمه، عشان كده استأمنتك ان انت تكوني مع والدي. هم ساءوا الظن بيكي، ولكن ربنا رب قلوب وعالم ان انت جايه هنا نيتك خير، وانا جايبك هنا نيتي خير. الحمد لله ان هي جت على قد كده وهم فهموا برضو وعرفوا ان انا بدخل هنا ليه. هي الناس عشان كده، لما ادخل واخرج ما يفضلوش برضو يعملوا هي لي الناس كده بتحب تدخل نفسها في اللي ملهاش فيه، وتبقى عايزه تعرف ده مين دخل عند مين وده بيعمل ايه وده بيعملش ايه. ربنا يهديهم لحالهم. يلا الحمد لله استاذن انا. اتفضلي يا سعاد وحقك عليا. يا لهوي يا ام اسلام على الاحراج اللي احنا كنا فيه. انت اللي عملتي فيا كده، انا مالي ست كبيره ماليش في الكلام ده يا بنتي. وانا مالي يا اختي عملت ايه؟ ما انت كنت بتشوفيها معايا في الطلعه والناس ده، ولا دلوقتي يعني عشان خاطر الحوار طلع سوء ظن؟ كفاري من اللي انت عملتيه ده بقى. هي عندها عيال يتامى ساعديهم باي حاجه نبوك سويه. والله على قولك، والنبي صعبت عليا البنيه دي قوي قوي. فعلا ان بعد الظن اسم. الله يسامحك. يا ريتنا ما استعجلنا، بس كنا سالناها، بس هي بصراحه بجحتها قبل المره الاخيره دي هي اللي عصبتني. هي بجحت ولا اتكلمت يا ولاد؟ ايوه لما قعدت تقول لي خليكوا في حالكم مش خليكوا في حالكم، حسيتني ان هي بتعمل الغلط عيني عينك كده، بس فعلا لا، بس اللي ما يعرفش يقول عدس. احنا فعلا المفروض ما كنتش تطفل على حد كده بالمنظر ده. يلا الحمد لله. مشيت وراكي واستغفر الله العظيم ربنا
لازم يعمل. كويس ان احنا ما كلمناش صاحب العماره، كان زماننا رحنا في داهيه دلوقتي. ربنا يسترها، ربنا يلا يسترها على الحمد وليا لله، الحمد لله انها جت على قد كده، وانا هشوف لها كده شهريه ولا اي حاجه صور فيها، يمكن ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا يعني. وانا ان شاء الله اللي يقدرنا عليه ربنا برضك هتجي لها. طيب ماشي يا ام اسلام، انا هقوم بقى اطلع عشان العيال عايزه حاجه. قومي يلا سلام عليكم. قومي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله منك يا شيخه، خليتيني وقعت في الغلط، استغفر الله العظيم يا رب. فعلا ان بعض الظن اسم يا ربي.